طالب بينتقم من زميله علشان مرضيش يغششه في الامتحان. تعال اقول لك ايه اللي حصل. طالب عنده 16 سنة في تالتة ثانوي ازهري، كان عندهم امتحان توحيد في المعهد الازهري في اكتوبر. طلب من زميله ان هو يغششه، زميله دوت رفض وقال له لا طبعا ده غلط وحرام. استنى لغاية لما خلصوا الامتحان ونزلوا تحت، طلع آلة حادة وراح ضربه في صدره. طبعا الحكومة جت وقبضت على الولد دوت وتحول للنيابة علشان ياخد جزاؤه. هنا أنا سؤالي للمسؤولين عن المعهد الأزهري في أكتوبر: إزاي الولد ده يدخل المكان بتاع الامتحان والمعهد بآلة حادة؟ فين يا جماعة المسؤولين؟ ما هو المسؤولين لو صحيين مش نايمين على ودانهم، احنا بنسبة كبيرة هنقدر نسيطر على العيال المتخلفة عقليا ديت. ولكن فين الأمن؟ فين المسؤولين بتوع المعهد؟ ازاي طالب يخش بحاجة زي كده ويعور زميله؟ هو دي الأسئلة أو هي دي الأسئلة اللي المفروض نوجهها لأمن المعهد والمسؤولين عن المعهد. بقينا عايشين في حوادث ومواقف كل يوم بسبب تقصير المسؤولين. شئت أم أبيت، اتفقت معايا أو اختلفت معايا، المسؤولين مقصرين بنسبة كبيرة بسبب المواقف اللي بتحصل ديت، أو تقصيرهم بيؤدي إلى المواقف الغريبة اللي عمالين بنشوفها كل يوم. انتوا بقى قولوا لي وجهة نظركم في كومنتات في الموضوع دوت، وايه مقترحاتكم للحل للمواقف اللي بتحصل في المعاهد والمدارس والجامعات.